أهلا بكم. مشاهد صادمة تلك التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي توثق لحظة اعتداء همجي طال موظف شرطة أثناء مزاولة مهامه بالدار البيضاء. الواقعة لم تكن مجرد مخالفة مرورية، بل تحولت إلى ساحة من الفوضى والتسيب، حيث تجرأ مجموعة من سائقي الدراجات النارية على مهاجمة رجل أمن بالضرب ومحاولة الاستيلاء على دراجته الوظيفية. البداية كانت حين حاول الشرطي توقيف عدد من الشباب بوسط مدينة الدار البيضاء، وتحديدا في منطقة تشهد ازدحاما ليليا لتحرير المخالفات تتعلق بالسير والجولان. لكن وبدلا من الامتثال للقانون، حاصر هؤلاء الشباب الشرطي وشرعوا في توجيه ركلات ولكمات الله وسط ذهول المرة. الصوت في الفيديو يوثق صرخات الاستنكار، كما يظهر بوضوح محاولة اليائسة لسرقة الموتور الوظيفي الخاص بجهاز الأمن الوطني قبل أن يلودوا بالفرار. هذا الحادث يسلط الضوء مجددا على ظاهرة عربدة الدراجات النارية التي باتت تؤرق سكان العاصمة الاقتصادية. فمن الناحية القانونية نحن أمام جناية مكتملة الأركان تشمل إهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه، الاعتداء الجسدي، ومحاولة السرقة الموصوفة. وتؤكد مصادرنا أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء استنفرت كافة أجهزتها مستعينة بكاميرا المراقبة لتحديد هوية المعتدين وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أن هيبة الدولة ورجالها خط أحمر. شكرا إخواني على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.